السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عيد الفطر مبارك. عيد سعيد عليكم كلكم يا رب العالمين. الزمالك بيكسب في العيد، بيغير الطبع بتاعه وما بيعكننش على جمهوره. الزمالك بيحقق فوز على الاتحاد في أيام العيد ويفرح جمهوره ويعيد عليه. الزمالك قدم مباراة ولا أروع ولا أجمل. تيكي تاكا. الزمالك عمل مباراة ولا الأحلام. استحواذ وباصات وتمريرات وأهداف ملغية وفرص ضايعة، وكسبنا مدرب طارق العشري ونادي الاتحاد من الفرق كويسة السنة دي مع طارق العشري. مدرب طارق العشري ده بالذات أصلا مدرب يكرهك في الكورة في الملعب، مدرب رخم كرويا، مدرب يخليك تخرج عن شعورك وانت بتلعب في الملعب كده. راجل كده أو مدرب مدير فني يزهقك في الكوره جوه الملعب، يفضل يزهقك لغايه ما يكون يخطف منك الماتش. انا كنت حاطط ايدي على قلبي في الماتش دوت من طارق العشر. وطبعا احنا عشان العيد والزملكاويه متعودين ان احنا في العيد تمام. الزمالك الحمد لله يعني على طول كان بيعيد علينا بعيديه زي الفل يعني. الف مبروك الفوز على الاتحاد. نبتدي بقى نخش في المباراه. الزمالك دخل مع المباراه ديت طبعا تحت القياده البرتغاليه خوزيه جوميز بخطة 4-2-3-1. نبص على التشكيل كده اهوت. جوميز بيبدأ بالخطة الاعتيادية بتاعته اللي هي 4-2-3-1. مثبت خط الظهر ده ادى قوة وثبات وتناغم وتفاهم بين خط الظهر لما ثبت كده اهوت. بدأ بتشكيل مكون من محمد عواد حراس المرمى، قدامه الرباعي باك رايت عمر جابر، حمزة المسلوسي وحسام مجيد اتنين سنتر باكات، باك ليفت فتوح، قدامه مركز ستة ثابت في نص الملعب دايما دونجا اللي هو بمستوى بيطور من المباراة الأخرى، ومعاه مركز تمانية عبد الله السعيد، وقدامه الثلاثي زيزو وينج رايت. خلي بالكوا عشان ايه بعد كده في كلام على الموضوع دوت، وناصر ماهر وينج ليفت، وقدامه مركز عشرة أحمد حمدي مع مهاجم صريح سامسون. طبعا التشكيلة ديت فيها هتلاقي تباديل وتوافيق ولا مركزية حسب ما هنقول في الخطة والتشكيل الهجومي بتاعه. قصاده الناحية التانية طارق العشري بيغير الطريقة بتاعته من 4-3-3 ل 3-4-2-1. بيلعب ثلاثي خط الدفاع، قدامه رباعي خط النص، قدامهم اتنين تمام مع مهاجم صريح اللي هو مابولولو. الزمالك في الطريقة الهجومية بالتشكيل اللي هو عامله خوزيه جوميز توليفة. لعيب الكورة، لعيبة بتحب تمشي الكورة على الأرض، لعيبة بتحب تنوع اللعب، لعيبة بتحب تتحرك في كل حتة في الملعب. جوميز كالعادة بتاعته احنا مش هنتكلم فيها كتير. الاستحواذ والتمرير، وأكبر نسبة استحواذ وصل ل75%. بتنهي في آخر المباراة على حاجة و60%. بيبقى الكورة على طول مع الزمالك معظم أوقات المباراة. زائد التمرير تمرير 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 طويل عرضي قصير بين الخطوط. الماتش دوت عملنا تمريرات ضربنا بيها خطوط الاتحاد بطريقة فوق الوصف. تخترق الخطوط ببساط بينية، سواء من دونجا، من عبد الله السعيد، من احمد حمدي، ناصر ماهر، زيزو، فتوح، عمر جابر. تنوع في التمرير، تمرير قصير، تيكي تاكا. الزمالك عمل تمريرات واستحواذ. اعتمد في المباراة كالعادة، دي أكتر مباراة عمل فيها هجمات منظمة انتهت بفرص أو انتهت بأهداف كمان. الماتش ده الفكر اللي هو كان عايز يعمله خوزيه جوميز من ساعة ما جه، تحس إن هو 90% اتطبق في الماتش ده. مش هقول لك 100%، 90%. بناء الهجمة من أول عواد دخل في المنظومة وبقى بيمشي كورة من ورا، من أول خط الدفاع لخط النص، من أول بناء الهجمة لتنظيم الهجمة لتطوير الهجمة لإنهاء الهجمة. نظام الهجمة منظمة كما قال الكتاب وكما قال
عرف الكورة في الهجمة المنظمة. ماتش بالاستحواذ والتمرير هايل جدا. تعال نبص شكل من اشكال الهجمات المنظمة، زائد ان انت في الهجمة المنظمة بتعمل ايه؟ اللاعب بينزل بيستلم من زميله، وهو بيستلم تلاقي زميل ليه بيتحرك من غير كورة بيستلم منه تاني، بيديله الكورة بيتحرك، اللي اداله الكورة ما بيقفش بيروح يبص يستلم تاني تالت. انت ممكن تلاقي في هجمة من الهجمات كل لاعب مثلا في الزمالك من لمسة لمستين لثلاث لمسات، في لعيبة تلمس ثلاث لمسات في هجمة واحدة. اذا انت اللاعب في تحرك، في انسيابية، مش بباصي واقف اتفرج على زميلي هيعمل ايه، لا انا بباصي وبتحرك عشان افضي مساحة لزميلي. في تحرك بغير كورة، في تبادل مراكز عشان اعرف انزل استلم واضرب دفاعات الاتحاد. نبص على شكل من اشكال الهجمات المنظمه كده اهوت. لو جينا شفنا الأسلوب الهجومي اللي خوزيه جوميز اللي هو بيعتمد عليه من ساعة توليه المهمة لقيادة نادي الزمالك، هو بيعتمد على بناء الهجمة المنظمة من أول حارس المرمى محمد عواد لخط دفاعه. هنبص هنلاقي إيه؟ آدي عندك دونجو وعبد الله السعيد والاتنين في نص الملعب، طبعا مع اتنين سنتر باكات موجودين معاه. بص بينزلوا يفضوا مساحات، عنده فرصة أو خيارين لدونجا يا عبد الله السعيد. دول لما يستلموا برضك عندهم كذا خيار، لأن انت اللعيبة بتتحرك، مفيش واقف في مكان، كله بيتحرك عشان يستلم من زميله، واللي بيسلم برضك بيتحرك عشان ياخد فرصة تانية إن هو يستلم الكرة مرة تانية أو تالتة كمان. وادي شكل تاني من بناية الهجمة المنظمة برضك من عند عواد. بص من هنا بقى اللي نزل هتلاقي دونجا في النص اهوت، الاتنين سنتر باكات موجودين عندهم فرصة ان هم برضك ياخدوا الكرة من عواد. دونجا يستلم عنده يلعب يا المسلوس على شماله هناك، او حسام مجيد على اليمين، هينزلوا عبد الله سعيد ممكن يستلم منه. اذا في سلاسة او في سهولة في الطلوع بالهجمة المنظمة من الخلف للأمام. تمام، يبقى دي ايه؟ ده طريقه اللعب اللي على طول بيعتمد عليها خوزيه جوميز، ان هو بيعتمد على الهجمات المنظمه. التركايه اللي انا اتكلمت فيها اللي هو كان بيحب اللي هو يدخل الجناحين لقلب الملعب كصناع العاب. فاكر الموضوع في الماتش اللي فات، هل هو طريقه اللعبه ديت فشل من فنيا من خوزيه جوميز ولا كواليتي لعيبه؟ الماتش ده باين انها كواليتي لعيبه. زيزو وناصر ماهر واحمد حمدي التلاتة، انت شفت في التشكيل عاملين ازاي؟ هتلاقي احمد زيزو وينج يمين وناصر ماهر وينج شمال واحمد حمدي مركز 10 وعبد الله سعيد مركز 8. هتلاقي الرباعي دوت بيتبادل، هتلاقي احمد زيزو وينج شمال او صانع العاب رقم 10، وهتلاقي احمد حمدي هو وينج شمال او وينج يمين ومركز 10. هتلاقي ناصر ماهر وينج شمال وينج يمين مركز 10 مركز 8. عبد الله سعيد طالع مركز وينج يمين او وينج شمال وبيخش مركز 10. هتلاقي اللي بينزل بيستلم وبيطلع الكرة من نص الملعب مركز 8 أحمد حمدي. هتلاقي ناصر ماهر بيعملها مرة، هتلاقي زيزو بيعملها مرة. كل ده موجود في صور هوريها لك. في لا مركزية وفي تبادل أدوار بين الثلاثة اللي قدام وراهم عبد الله السعيد، مخلخلين دفاع الاتحاد مشتتينهم. كل لاعب مش عارف مين هيمسك مين. لا مركزية رهيبة، تبادل أدوار وتبادل مراكز واختراقات ودخول 18 وهدف لناصر ماهر من دخول 18 في كوره من نفس من ضمن الكور اللي عملناها. زيزو جاب جونين، عبد الله سعيد كان هيجيب جون. هي النقطه بس احمد حمدي، بس هي مشكله عنده عند خط ال 18 من اول مركز الثمانيه في نص الملعب لغايه خط ال 18 او منطقه الجزاء. رهيب، لاعب بيطلع الكوره وبيعمل فنتات وبيلف وبيعمل وبيدور وبيبدل مراكز بين وينج ووينج ومركز 10 ومركز 8. خطير. عند ال 18 متعرفش، في حتة كده ناقصة في الترس بتاعه، لازما يزودها. مفيش صناعة أهداف منه، مفيش اختراقات جوه ال 18 منه، مفيش فرص بيضيعها. لاعب زي دوت أنا ده عامل زي نفسي يبقى زي ساسي كده، ألاقيه على طول في ال 18 يجيب مرة يضيع مرة يباصي مرة يسرو مرة. هتيجي، أنا واثق إن أحمد حمدي هيجيب الحاجات دي كلها وهيطور من نفسه. نبص على أشكال من أشكال التبادل اللامركزية اللي كانت بتحصل اللي خلخلت دفاع الاتحاد. نيجي بقى نتكلم على التكتيك اللي كان بيعمله خوزيه جوميز، اللي هو بيفكر فيه من ساعة ما جه تولى قيادة نادي الزمالك وحابب ينفذه. بص الوينج هنا هوت أحمد سيد زيزو داخل في العمق، يعتبر قريب من أحمد حمدي مركز 10. عبد الله سعيد مركز 8 عنده فرصة إن هو يلعب مع أحمد سيد زيزو.
مين هنا؟ ادي بص ناصر ماهر برضك اللي هو جنب احمد حمدي على طول على الخط الاسود كده اهوت، داخل العمق هتلاقي احمد فتوح على الوينج الشمال، وعمر جابر هو اللي على الوينج اليمين، ودونجا مكمل معاهم. هنا بص هتلاقي برضك ايه، ادي الثلاثي اللي في نص الملعب دولت، اللي هو احمد سيد زيزو من هناك خالص، في النص احمد حمدي، عبد الله سعيد على شمال احمد حمدي. هتلاقي الوينج ليفت نوت هو ناصر ماهر، والوينج رايت هناك عمر جابر. هنا بص هتلاقي احمد فتوح هو اللي في عمق الملعب، احمد حمدي في مركز 10 داخل عليه احمد سيد زيزو على الخط الاسود اللي جنبه هناك دوت. تمام. ناصر ماهر طاير في الوينج ليفت، هتلاقي عمر جابر هناك عند الوينج رايت. اذا احمد فتوح هو اللي داخل في عمق الملعب، اذا في لا مركزيه، وفي تباديل، وفي تبادل مراكز، وفي خلخله لدفاع الاتحاد عن طريق تبادل المراكز بين الخطوط او المهاجمين وبعضهم اللي هي في الجزء الامامي. هنا كرة من ضمن الكور برضك اللي بيلعب عليها خوزيه جوميز. ادي اهو تلاقي ناصر ماهر بيلعب مع احمد حمدي الوان تو، احمد زي زيزو وعمر جابر في الجنب اليمين هناك طالعين، وعبد الله السعيد وراهم. بص المساحة، احمد فتوح هو اللي جوه الدايرة الحمراء ديت، مجرد لو اتلعبت له في العمق جوه منطقة جزاء الاتحاد هيروح انفراد. من ضمن الكور المفروض ان هي تتلعب لاحمد فتوح على طول مباشرة على الجول. زي ما قلنا اهو، ادي فتوح في عمق الملعب، وادي ناصر ماهر هو الوينج شمال، وزيزو داخل في عمق الملعب جنب احمد حمدي كصانع العاب. هنا بص هتلاقي احمد حمدي واخد قرار ان هو بيتجه بيجري في العلامة في المكان الفاضي ده اللي فيه الدايرة الحمراء، ان هي تتلعب له في المكان دوت، ان هو هيروح يستلم في المكان الفاضي دوت. هنا بص هتلاقي على الخط الاسود ده كله، هتلاقي الثلاثي اللي هو خلف المهاجم سامسون، هتلاقي زيزو احمد حمدي ناصر ماهر، ثلاثه في عمق الملعب كصناع العاب، واحمد فتوح هو اللي وينج ليفت طاير. هتلاقي عمر جايب عند الوينج رايت. هتلاقي وراهم عبد الله السعيد ودونجا بيساعدوا معاهم. اذا في لا مركزيه، وفي تحرك، وفي تبادل مراكز. بص هنا عبد الله سعيد راح لمين؟ راح لاحمد سيد زيزو في مركز صانع الالعاب، ساب الوينج رايت دخل في عمق الملعب. تلاقي احمد حمدي وناصر ماهر الاثنين جنب بعض ان هو برضه في مركز صناعه الالعاب، وفتوح وينج ليفت، وعمر جابر وينج رايت طايرين. اذا اللامركزيه والتحرك بدون كوره وتبادل المراكز. مين هنا في دايره السنتر ناحيه كمان الوينج ليفت؟ الوينج رايت بتاعي اللي هو زيزو، اللي هو على الورق ان هو وينج رايت، نزل في عمق الملعب، نزل لمركز 8 ان هو بيطلع بالهجمة. تمام. جنبه فتوح. هتلاقي الاتنين في مركز صناعة اللعب احمد حمدي وناصر ماهر اللي هم عليهم الخط الاسود دوت. مين هنا في الوينج ليفت؟ هنا هو ده زيزو اللي هو الوينج رايت بتاعي اللي بدأ بيه الماتش. اذا في تنويع في تبادل المراكز، في لا مركزية، كل واحد المنطقة الأمامية ديت بتاعة الكل اللي بيلعب في المنطقة الأمامية، تبادل مراكز، لا مركزية، تحركات بتعمل خلخلة في دفاع الاتحاد. هتلاقي جوه الدايرة دولت الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي هم اللي في عمق الملعب، وزيزو هو اللي على الوينج ليفت، وراه فتوح، والوينج رايت هناك عمر جابر. بص المثلث ده مين برضك؟ تلاقي ناصر ماهر هو اللي رايح ناحية الوينج رايت وبيضم في قلب الملعب كصانع لعب، عبد الله السعيد مركز 8، احمد حمدي هو اللي جنب سامسون كده وضع على نفس الخط، وزيزو هو الوينج ليفت اللي هو بادئ وينج رايت معايا. اذا لا مركزية عملت خلخلة في دفاع الاتحاد. هنا مين؟ هتلاقي اللي على الراس المثلث دوت دونجا، عبد الله السعيد، سيزو اللي مع الكورة، اللي في العمق اللي صناعة اللعب دولت مين؟ أحمد حمدي وناصر ماهر، وعمر جابر هو في الوينج رايت هناك، وفتوح هو اللي هيجي يطير عند الوينج ليفت هنا اهوت. مين اللي طاير في ناحية الوينج ليفت أو في عمق الملعب رايح على الجون؟ تلاقي ناصر ماهر ملعوبة له الكورة طويلة، هو اللي داخل على منطقة جزاء الاتحاد. هنا مين اللي نازل في نص ملعب الزمالك؟ قايم بدور التمانية، ان هو بياخد الكرة من نص ملعب الزمالك بينقلها لنص الملعب الهجومي بتاع الزمالك اللي هو نص الدفاع بتاع الاتحاد. ناصر ماهر هو اللي واخد الكرة، بيستلم الكرة من عبد الله السعيد، هو اللي هيطلع بالهجمة لغاية نص ملعب الاتحاد. مين المرة دي؟ يبقى مرة أحمد زيزو كان هو اللي نزل استلم، ومرة ناصر ماهر. المرة دي هتلاقي عبد الله السعيد بيستلم، أحمد حمدي هو اللي نازل أهو يستلم،
هتلاقي ناصر ماهر واحمد سيد زيزو وسامسون التلاتة على خط واحد، وهما بينزلوا احمد حمدي بينزل يسحب معاه حد من خط النص ويبدأ يفتح مساحات، هو اللي بيستلم ويقوم بدور 8 بينقل الهجمة من نص ملعب الزمالك ونص ملعب الاتحاد. هنا التلاتة في عمق الملعب زيزو واحمد حمدي وناصر ماهر، التلاتة هما كده نص ملعب الزمالك سواء دونجا او عبد الله السعيد عنده فرصة يلعب الاول واحد من التلاتة، او يلعب لفتوح او عمر جابر. مين اللي طاير في الرونج ليفت؟ ان هو هتلاقي فتوح لاعب الكرة، احمد حمدي هو اللي في الرونج ليفت. تمام. هتلاقي في عمق الملعب هتلاقي من اول خط ال 18 بره كده ناصر ماهر، سامسون، احمد سيد زيزو داخل معاهم في عمق في عمق منطقة جزاء الاتحاد، واحمد حمدي قايم بدور الوينج ليفت. يبقى هنا هو قايم بدور الوينج ليفت احمد حمدي اللي هو المفروض مركز 10 معايا. اذا لا مركزية وتبادل مراكز باستمرار عملية خلخلة في دفاع الاتحاد، وأنتجت عنها فرص كتير وأنتجت عنها 3 أهداف. بص، من ضمن اللي هي اللامركزية أو تناقل الكرة أو الاستحواذ أو التمرير ودخول اللعيبة في نص قلب الملعب اللي هم الأوناك بتاعت الزمالك، ادي فتوح هتلاقي على الشمال فاضي خالص، لو اتلعبت له هيروح يعمل هجمة خطيرة. الهجمة دي هتلاقي الكورة دي اتلعبت لعمر، جت لعمر كبر هو بره الملعب خالص اتلعبت اللي هي بعد كذا تمريرة اتلعبت من ورا المدافعين، عمر جابر دخل ال 18 لعبة عرضية انتهت بشوطة من ناصر ماهر، كانت بين ناصر ماهر وعبد الله السعيد، طلعت ضربة مرمى. من ضمن برضك الكور اللي اتعملت جميله في الماتش ان هو فضل الكره رايحه يمين وشمال فوق وتحت وتمرير كتير لغايه ما وصلت على حدود 18، اتسندت لدونجا، شاط جت في جسم واحد من الاتحاد، هي لو كانت راحت في الجون كانت ممكن تبقى هدف. دي برضك من ضمن الكور اللي بتتلعب على طول، اللي خوزيه جوميز بيحب يطبقهم. ادي الكورة فضلت تتنقل، ده محمد شحاتة اما نزل، بص عمر جابر هو اللي ناحية اليمين هينطلق، هتلعب له هيلعبها عرضية للجزيري، الجزيري هيحطها بالهيد تيجي في القايم وتطلع ضربة مرمى. دي برضك من ضمن الجمل والتحركات اللي اتعملت. ده مهاب ياسر لما نزل، لما دخل قلب الملعب وسدد الكورة طلعت فوق المرمى. نص ادي الايه ادي الاسلوب برضك الهجومي بتاعنا بتاع الزمالك، هتلاقي الثلاثي بتاع قلب الملعب ادي مهاب ياسر وادي عبد الله السعيد وادي زيزو، الاتنين داخلين داخلين قلب الملعب. بص المساحة بتاعت مصطفى الزناري بدل ما نزل مكان عمر جابر، مساحة فاضية ازاي، هيطلع لو طلع اتلعبت له عمل بيها هجمة. نيجي طبعا انت الزمالكاويه في اول ربع ساعه و10 دقايق من الشوط الثاني شافوا الاتحاد ضاغط علينا، ده طبيعي، انا مش هفضل ضاغط، الاتحاد من ضمن الاوائل في الدوري، بينافس على المركز الاولى، الاتحاد من عامل ماتش رهيب قدام المصري وماتش قدام فيوتشر ومش عارف ايه، فانت بتلعب فرقه كبيره مع مدرب رخم، فطبيعي ان انت مش هتبقى ال 90 دقيقه هتبقى مستحوذ. هم اخدوا مننا ربع ساعه والشوط الثاني عملوا فيهم كام هجمه، بعد كده رجعت انا تاني. هي النقطة بس يعني في لياقة بدنية عند شوية لعيبة كده لازم تعلى شوية، لأن لما نزلت تحس برضك إن التركيبة اللي كنا عاملينها في الشوط الأولاني والتيكي تاكا ديت قلت شوية الشوط التاني. بس في الإجمالي أنا عملت كمية فرص وكمية تمريرات وكمية استحواذ رائعة، رائعة جدا 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 فوق الوصف. نتكلم بقى على الطريقة الدفاعية لجوميز. جوميز رجع تاني يعمل ضغط عالي من اول 18 او منطقه جزاء الخصم، من اول التحام كده عمل خط ضغط رهيب، مش مدي مساحه للاتحاد يعمل نقله اتنين تلاته، مش عارفين انت لو الاتحاد شم نقلتين تلاته كده وعرفوا يلعبوا الكره اللي ما بيقولوا له المهاجم هيشكل عليك خطوره. انت منعت كده، قفلت زوايا التمرير عليهم، منعتهم من الباصات، بتضغط بلاعب واثنين وثلاثة من نص ملعبهم من عند ال 18 بتاعتهم. اذا انت حرمتهم من بناء هجمة منظمة ويلعبوا على الكرة اللي بيلعبوها على ما بيقولوا له، اللي هو اختفى الماتش دوت خالص. انت حرمت الاتحاد من اهم قوة عنده اللي هو ما بيقولوا له ويسندوا عليه، الكرة مش عارفة تروح له، انت حاجز عليه، حاجز على خط نص او خط دفاع الاتحاد، مش قادرين يطلعوا الكرة صح بالضغط اللي انت عامله، ضغط شرس من كل لعيبة الزمالك من أول نص ملعب من عند منطقة جزاء الاتحاد. زائد إن أنت لما بتفقد الكورة لعيبة الزمالك بتسترد الكورة بسرعة، أو
بتضغط عكسي، بتحاول ان انت ايه الكره تطلع اوت، الكره تعمل فاول، تعمل مش عارف ان هم الاتحاد ما يخش، لان طارق العشري رهيب في الهجمات المرتده، استاذ ورئيس قسم في الهجمات المرتده. انت لو شم كوره هجمه مرتده كده هيروح يعمل عليك هجمه رهيبه. وبالمناسبه في كوره منهم، بس ده غلط من عندنا احنا، فتوح لازم يراجع نفسه في التغطيات العكسيه والتغطيات في الهجمات المرتده. انت فتوح باع نفسه في كوره في اول شوط تاني، لو كان داخل الجون كان الماتش اتكهرب، كان ممكن الزمالك يروح منه الماتش. كوره انت رحت لعبت الكوره بعيده عنك، قمت موقع نفسك على الارض وبعت نفسك، راح احمد عادل ميسي راح انفراد بالجون ضيعها الحمد لله. فتوح لازما، انت هايل في الطلوع بالكوره والباصات، وعامل اسيست عالمي برجليك اليمين، وعامل كور كتير جميله. ان انت لازم تخلي بالك من التغطيات العكسيه والمرتدات. زائد ان انت الكوره عندنا لما بتوصل نص ملعبنا، وقفه لعيبه الزمالك هايله، مضيق المساحات على حدود 18 بتاعتك. لو الكوره وصلت على منطقه الجزاء اللي هي مرات قليله، هتلاقي الوقفة صح على جوه ال 18 وعلى حدود ال 18. الوقفة ديت تحس ان انت لعيبة الاتحاد بقت عاجزة، جات لهم فرصتين ثلاثة طول الماتش، هتيجي عليك فرصتين ثلاثة من طول الماتش من فرقة بتنافس على المراكز الأولى، بتنافس على مقاعد أفريقيا. ده شيء هايل. طبعا التناغم والتفاهم بيزيد واحدة يوم ورا التاني، ماتش ورا التاني. طبعا انت عندك ماتشات افريقيا وماتشات دوري، في لعيبه بتلعب في افريقيا ولعيبه ما بتلعبش في وتلعب في الدوري، يعني في هنا وفي هنا، فانت برضك تحس لسه التناغم. بس الماتش ده من اكتر الماتشات اللي حسيت ان فيها تناغم وتفاهم بين لعيبه الزمالك، وتناول الكوره بسهوله وبسلاسه بمتعه، متعونا. الزمالك خد اللي هو عايزه، وامتع الجماهير وعايد على الجماهير. في كام ملاحظة كده عايز أتكلم فيها في الآخر. الناس بتتكلم على دونجا، في كتير قوي مقللين من مستوى دونجا. دونجا من أهم لعيبة الزمالك دلوقتي في نص الملعب. هتيجي تقارن طارق حامد، هو طارق حامد واحد بس في مصر، محدش يقارن حد ولا أي لاعب في مصر، لا في الزمالك ولا في الأهلي ولا في بيراميدز ولا أي حد بطارق حامد. طارق حامد هو واحد بس. هتقارن أي لاعب بطارق حامد يبقى بتظلم اللاعب اللي بيقارن بطارق حامد. عشان يجي طارق حامد تاني قدامك بتاع 10 15 سنة عشان يجي لك واحد زيه. إنما دونجا في الوقت دوت أنا شايفه أهم مركز ستة في مصر دلوقتي حاليا. اللاعب بيغطي كويس، لاعب بيشارك في بناء الهجمة المنظمة، لاعب بيساعد على الاستحواذ، كورته بقت كويسة، بيعرف يستلم ويسلم، بيعرف يقطع، مجهوده جميل، كمجهود رقم مركز ستة في نص الملعب. لاعب مظلوم إعلاميا من جمهور الزمالك أولا، وفي من إعلام ثانيا. لعيب من أهم لعيبة الزمالك في الوقت الحالي حسام مجيد. انا كنت بنتقده الفتره اللي فاتت. حسام عبد عامل ماتشين بتوع فيوتشر في الكونفدراليه والماتش اللي تحت دوت، من احسن ماتشات حسام عبد المجيد، اللي هو بدا يرجع لمستوى تدريجيا. انا بدل بترجع وبتتحسن انا هدعمك يا حسام عبد المجيد. النقطه الثانيه، اللياقه البدنيه بتاعت احمد حمدي وناصر ماهر خلتك اول ربع ساعه او تلت ساعه في الشوط الثاني الاستحواذ راح من الزمالك شويه. يعني تحس ان هو طلع كل اللياقه البدنيه وكل الشغل بتاعهم في الشوط الاولاني. هوب شوط تاني تحس هو الغام اتغيروا في نص الشوط التاني، لما المدير الفني حس ان هم خلاص مش قادرين يجاروا اللعب السريع اللي موجود في الملعب، فقام مطلعهم ومنزل لعيبه فريش بدات ترجع لاستحواذ الزمالك تاني. فهي اللقب التاني بتاعت الاثنين دولت اللي هم كانوا مدين الاستحواذ للزمالك قليله. اتمنى ان اللقب التانيه تبدا تزيد تاني عندهم. الف مبروك الثلاث نقط والعيديه للزملكاويه، وشكرا.